الفيلم ده من أقوى أفلام سرقة البنوك في القرن ال21. بيبدأ الفيلم بشخص اسمه فرناندو، فنان رسومات ومدرب جودو كمان. كان بيعيش حياة متوسطة ومستقرة، بس كان طماع شوية، والحياة المتوسطة دي ما كانتش عاجباه، ودايما كان عايز يبقى من أصحاب الملايين. وفي ليلة من الليالي وهو مروح بيته، الدنيا بتمطر، فبيقف فرناندو جنب بنك بيحاول يتجنب المطر الشديد اللي نازل، وقلب المرة يشرب سيجارة، وبعد ما خلص سيجارته رماها في المية، وهو بكل فضول بيتابع السيجارة وهي ماشية في المجرى المائي لحد ما وصلت لبلاعة كبيرة. ساعتها جات له فكرة مجنونة وعبقرية في نفس الوقت، هنعرفها كمان شوية. تاني يوم بيروح لصديقه سباستين وبيعرض عليه فكرة انهم يسرقوا بنك، وطبعا سباستين في الأول بيفتكر فرناندو بيهزر، بس سباستين لما لقى الموضوع بجد بيقول له ان سرقة مكان زي ده محتاج عربيات وأسلحة وأدوات، وانهم محتاجين أصلا فلوس علشان يجيبوا الحاجات اللي ناقصاهم دي. فرناندو بعدها بيروح لممول لعملية سرقة، بيطلع واحد من أصحابه اسمه تيبوزي، بس للأسف هو كمان بيكون عنده أزمة مالية بيمر بيها، فعشان كده ما عندوش مانع يسرق معاه، وبيقترح عليه يروح لصاحبه الحرامي ماج. ماج هنا بيقوم بعملية سرقة في نص الليل، وأخد كل الفلوس الموجودة في المكتب. بيكون واضح إن ماج لسه محترف في السرقة. تاني يوم فرناندو بيقابله وبيعرض عليه سرقة البنك. ماج ما بيكونش مهتم بالموضوع أوي، لأن سرقة البنك دي حاجة مش سهلة. فرناندو هنا بيحاول يقنعه ان عملية سرقة البنك دي هتغنيهم عن اي عملية سرقة تانية، وانهم ساعتها مش هيقدروا يسرقوا تاني طول حياتهم. بعدها بياخدوا للشارع اللي موجود فيه البنك، وبينزلوا شريط قاسي في البلاعة اللي منها الباقي البلاعات اللي توصلهم للبنك، وبعدها نزلوا هما الاتنين للانفاق. فرناندو هنا بيكون فرحان جدا ان هو على بعد خطوات من الملايين، وبيجتمع فرناندو مع تيبوزيك وماج وبيقعدوا يتناقشوا الفكرة وكل واحد بيقول رأيه، وفي النهاية بيستقروا انهم يخططوا علشان يحفروا نفق من خلاله يقدروا يوصلوا للبنك. بس فرناندو كان خايف من أجهزة استشعار الحركة، وإن أي حركات مفاجئة أو تغيير في درجة الحرارة هيحصل إنذار، وده طبعا هيلم وحدات الشرطة كلهم حوالين البنك. فبيقرروا إنهم يعملوا بدل خاصة من مادة تقدر تحتفظ بالحرارة جواها، وبكده يقدروا يخشوا البنك. والمشكلة التانية اللي بتواجههم إنهم ما يعرفوش تصميم مضروم البنك. بعدها بيقرروا يروحوا البنك علشان يجمعوا تفاصيل زيادة تساعدهم. وأول ما يوصلوا فرناندو بياخد صورة للجراج، وبيدخل بعدها البنك مع سباستين، وبيعملوا نفسهم إن هم جايين يفتحوا حساب. فرناندو هو بياخد صورة لباقي الجراج البنك، بيجي موظف الأمن وبيمسكه وبياخده معاه على غرفة في بدروم البنك علشان يحققوا معاه. وهنا بنكتشف إن دي خطته من الأول علشان يعرف تفاصيل البدروم بتاعه. ولما الأمن بياخد الكاميرا من فرناندو مش بيلاقي فيها حاجة، لأنه كان مطلع الميموري بتاعه ومخبيه معاه قبل ما يديهم الكاميرا. بعد كده فرناندو واصحابه الثلاثة قدروا يجمعوا معلومات كفاية. بعد كده بيرسموا صور للبنك والبدروم والممرات اللي موجودة تحتيه، وخططوا انهم يقتحموا البدروم من غرفة صغيرة، وبيحسبوا بعد المسافة عن طريق عجلة وعدد لفتها. وتاني يوم استخدم فرناندو معلوماته في الهندسة، بيحسب المكان بالظبط والزاوية اللي هيبدأوا فيها الحفر علشان يوصلوا بالظبط للمكان الصح. وبعدها بيتناقشوا على الفلوس، وماك بيقول له ان الفلوس عليها تأمين والبنك هيتكفل بكل حاجة، وقرر ان هو يدي المواطنين تعويضات. تاني يوم بيكونوا ضموا فرد جديد لعصابتهم. الشخص ده بيكون اسمه ألبرتو، وده السواق الخاص للعربية اللي هيهربوا فيها بعد العملية. وفي القعدة بيتكلموا في موضوع فتح الخزن. واحد منهم بيقترح انهم يستخدموا مكنة لحام ويقصوا الحديد، بس الطريقة دي كانت هتاخد دقيقة ونص في الخزنة الواحدة، وده معناه انهم هياخدوا وقت طويل جدا لان في 400 خزنة موجودة. فرناندو بيقترح انهم يروحوا يبصوا بصة تاني على قفل الخزن، بس هيروحوا فرع تاني للبنك علشان ما يتكشفوش. وتاني يوم ماك بيروح الفرع اللي اتفقوا عليه، وكالعادة رايح بحجة ان هو يفتح حساب عندهم، وبيقدر انه ياخد خزنة وبيدرس تفاصيل القفل من قريب وبتركيز اكتر. وبعدها بيكونوا قدروا برضه يسرقوا عربية كبيرة علشان تنقلهم وتنقل الفلوس. وهم هنا مستنيين قدام بيت ألبرتو، بتيجي شرطة في الوقت ده وقربت من العربية اللي هم فيها، ونزلوا منها 2 ضباط. ساعتها خافوا جدا وقلبهم وقع في رجليهم، وكانوا فاكرين طبعا ان هم هيتقبض عليهم. بس في اللحظة دي ألبرتو بيجي ومعاه مراته. ساعتها بسرعة قال لهم ان هم اصحابهم وكانوا مستنيينهم قدام بيتهم، وخلاص الموضوع بيعدي من غير ما يحصل حاجة. العصابة بقى بتبتدي تحفر في النفق يوم ورا التاني، وفي يوم الحفار اللي بيكونوا شغالين بيه بيعطل، لكن فرناندو مش بيهتم أوي لأن كل اللي عايزه هو الفلوس. فبيطلب من ماج إنهم يشتروا حفار تاني، بس ماج بيقوله إن هو صرف كل الفلوس اللي كانوا محوشينها على العملية دي. فرناندو بعدها بياخد بعضه ويروح لحبيبته، وهم هنا نايمين وباصين للسما. بتقوله تعرف إن النجوم دي جميلة جدا، بنحس إن حجمها صغير جدا والباقي منها هو نورها، وبياخد ملايين السنين علشان يوصل لنا ويكون بالشكل ده. فرناندو هو بيسمع الكلام ده في فكرة بتنور في دماغه زي النجوم دي بالظبط،
فبيسيب حبيبته وبيطلع يجري على بيت صديقه ماج، وما استناش وهو على الباب بيقوله ان البنك بيعمل نفسه كويس لما يكون مفتوح ومقفول ضد السرقة. يعني في أنظمة بتشتغل وهو مفتوح وأنظمة كمان بتشتغل وهو مقفول، فهو بيكون عايز يعمل عطل في كذا نظام علشان محدش ياخد باله هم هيعملوا ايه بالظبط. وبيقول لهم ان الخطة هتتم بسرقة البنك باقتحام الباب الرئيسي، والموضوع ده هيكون في عز الظهر عادي خالص اكن حرامي مغفل. وقتها طبعا هيكون في تشويش على أجهزة استشعار الحركة، والشرطة هتفتكر ان احنا مجرد حرامية هو جايين نسرق شوية فلوس وخلاص، وهيعرفوا يمسكونا من الباب اللي دخلنا منه، لكن احنا هنكون محضرين نفق وهنخرج من حتة تانية خالص، والشرطة ساعتها هتكون فاكرنا لسه جوه. ماج بيحس ان الفكرة دي ناجحة جدا وعينه بتلمع وبيتحمس اكتر للعملية. تاني يوم بيكون ميعاد العملية، بيحطوا أمير على صوابعهم علشان يخفوا البصمات، وسباستين بينزل النفق علشان ينهي الحاجات البسيطة اللي موجودة فيه. ألبرتو هنا وفرنالدو بيخشوا البنك وهما متنكرين، ومن بعدهم بيخش ماج، وبسرعة بعد ما دخلوا بيلبسوا الأقنعة وبيطلعوا الأسلحة بتاعتهم، يعني مجرد مسدسات، وبيطلبوا من كل الموظفين الموجودين إنهم ينزلوا على الأرض. واحد من أمن الكاميرات هنا بيشوف كل اللي بيحصل في قاعة البنك، وبيبلغ الشرطة فورا، والشرطة على طول بتيجي وبتعمل كردون أمن حوالين البنك. فرنالدو بيكون مركب سماعة وبيعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. ماج هنا بيؤمر الموظف ان هو يحط كل الفلوس في الشنطة، وألبرتو راح علشان يقفل جراج البنك. بيطلع فرنالدو ومعاه رهينة بيهددها، حاطط المسدس على راسه وبيهدد البوليس ان هو هيقتله لو حد فيهم حاول يقتحم البنك. وبيدخل تاني جوه لزمايله وهو بيقول لهم ان دي اول مرحلة من سرقة البنك. بيجيب بعدها حد من المدنيين وبيهدد موظف امن الكاميرات، وبيقول له ينزل يسلم نفسه ده هيكون احسن ليه. الموظف بيوافق وماج بياخد حاجته المسدس والموبايل بتاعه، وبيخرجوا بره البنك للشرطة، وبعدها بيغطوا كل الكاميرات اللي موجودة. فرنالدو بعدها بيروح على الغرفة الصغيرة اللي هتوصلهم للنفق اللي عملوه، ولما بيحرك خزنة كبيرة كانت موجودة بتبان أثار النفق. وسباستن هنا بيكمل الحفر لغاية ما وصل للغرفة المطلوبة. بيروح 2 من المجموعة يطلعوا شوية معدات من العربية ويجمعوها مع بعض. بنرجع فلاش باك سريع ونعرف ان سباستن اخترع آلة تقدر تفور قفل الخزنة في 7 ثواني بس، وكده هيبتدي الشغل الصح. بعدها كل المجموعة ظبطت الساعة للوقت المطلوب في الخروج، وبيقعدوا يحسبوا الوقت اللي فرنالدو وسباستن هيفتحوا فيه كل الخزن. الشرطة هنا بره البنك بتكون اتجمعت بشكل أكبر، وطبعا الصحف ووسائل الإعلام وكل المواطنين اللي لهم حقوق جوه البنك. ونقيب الشرطة هنا بيحاول يطلع بمعلومات من موظف الأمن، وفي نفس الوقت ده الدنيا ماشية حلاوة مع فرنالدو وباقي المجموعة في فتح الخزن. مرة واحدة ماج هنا بيسمع صوت فوق سطح المبنى، على طول راح متكلم نقيب الشرطة من موبايل موظف الأمن اللي خده منه، وبيقول إن القوات تنسحب وإلا هيقتلوا كل الرهائن اللي موجودة معاهم في البنك، وفعلا بيأمرهم بالانسحاب. بس طلع 2 من وحدة القناصة في مبنى قصاد البنك. نقيب الشرطة هنا بيرجع يسأله على المطالب بتاعته علشان يفرج على الرهائن. ماج بيطلب منه إن هو يكلم النائب العام، بيوافق على طلبه وبيقول له إن هو هيتنفذ في خلال ساعة من دلوقتي. فرنالدو هنا بيكون فتح خزن كتير وكلها مليانة دهب وفلوس، وبالنسبة للشرطة كانوا بيدرسوا الوضع وبيقولوا إن مفيش غير طريقين، يا إلا عن طريق جراج البنك أو البوابة الرئيسية، ولو قفلنا عليهم المدخلين دول العصابة هتبقى تحت إيدينا وساعتها مش هيعرفوا يهربوا مننا فين. نقيب الشرطة بيرجع يتصل بماج وبيطلب منه ان هو يسلم نفسه، بيوعده ان هو يساعده في تخفيف الحكم. ماج بيقوله ان هو ياخد رأي باقي المجموعة ويرجع يتصل بيه تاني. فرنالدو وسباستن هنا بيكسبوا وقت وبيفتحوا خزن اكتر بكل احتراف وهدوء. بعدها في تليفون من تليفون الرهين بيرن، وطلع بتاع واحدة عجوزة كبيرة في السن، والمفاجأة لما عرف ان النهاردة عيد ميلادها ال70، فبيعملوا لها عيد ميلاد كده على الضيق وبيقولوا لها كل سنة وانتوا طيب. والقناص هنا بتنقل المعلومات اللي شايفينها لنقيب الشرطة، وطبعا النقيب بيتفاجئ وبيفتكرهم مجانين. بعد شوية ماج خرج الست العجوزة دي من البنك تحتفل بعيد ميلادها، وبيعمل مكالمة لنقيب الشرطة وبيقول انه هو مش هيخرج غير لو ضمن الحكم مخفف، لانه لسه طالع من السجن وبصراحة مش عايز يخش تاني. في اللحظة دي ماج كان هدف للقناصة، بس النقيب بيدي امر ان محدش يضرب. النائب العام هنا بيكون وصل في محيط البنك. ماج هنا بيتجنن عليهم وبيزعلهم ان هو مش عايز يخش السجن تاني، وبيقول لهم ان هو عايز المحامي بتاعه، فبيسالوا النائب العام عن رقم موبايل المحامي بتاعه، وماج بيديله رقم موبايل هنا موجوده معاهم. وسباستن بيرد عليه وبيعمل نفسه محامي وبيكلم النائب العام. بالنسبه لهم كل شيء مدروس، وهم طبعا بيعملوا كده علشان يكسبوا وقت عقبال ما يفتحوا باقي الخزن اللي موجوده. ماج بعدها بيقرر ينقل الرهاين من الدور الارضي للدور الاول في البنك. بعدها المجموعه بتبتدي تلم الغنايم الذهب والفلوس، وخلاص بيجهزوا نفسهم على النفق في طريق رجوعهم. ماج بعدها بيقفل الموبايل بتاعه. في نفس الوقت ده بيكون النقيب بيشك ان هم مجموعة هواة وانهم كده هيسلموا نفسهم بالسهولة دي، وهو بيتمشى بالصدفة بيروح على بلاعة الصرف. بتيجي في دماغه فكرة ان الحرامية ممكن ياخدوا البلاعات دي كطريق خروج ليهم،
العصابة هنا بتكون خلاص نقلت كل الفلوس للقارب بتاعهم، وفرناندو بيسيب كل الأسلحة جوه البنك. ونرجع حتة فلاش باك وبنعرف إن كل الخطط دي مدروسة، وإن فرناندو استخدم أسلحة في شنك لأنه ما كانش عايز الموضوع يتطور أو حد يتعور. بعد كده بتيجي لحظة الهروب، وبيقفلوا على الرهاين وبيسيبوه. بعد ما بيمشوا كل الرهاين طبعا بتقوم تاخد موبايلاتهم. نقيب الشرطة هنا بيكون وزع واحدة جوه الأنفاق، والواحدة التانية على المدخل الرئيسي للبنك. فرناندو وماك بيكونوا خافوا كل الدلائل اللي موجودة اللي تدل على وجودهم أو حتى خروجهم من النفق، وبينضموا لباقي المجموعة في القارب. فرناندو بيكون ذكي بزيادة ومحضر خطة بديلة علشان لو الشرطة اكتشفت طريقة هروبهم، فبيكونوا بنوا سد علشان الماء تتحوش وتعلى في المجاري، وينزلوا فيها قارب بمحرك صغير علشان يمشوا عكس التيار، وبكده يقدروا يخرجوا من مكان تاني غير متوقع للشرطة. الشرطة هنا بتكون اقتحمت البنك، وبيقدر النقيب يوصل للغرفة الصغيرة، وبيكتشف كمان مكان وجود النفق. بس فرناندو كان عامل لهم مفاجأة وحاطط لهم قنبلة، بس لما عداد القنبلة بيخلص مش بتنفجر، وبيطلع بس كان حاططها كده علشان يكسب شوية وقت. ونرجع للعصابة اللي كانت واخدة طريق هروبها ويعتبروا خلاص كده يرموا. بيوصلوا على مكان خروجهم وفي انتظارهم عربية تنقلهم وتنقل الفلوس. بعد كده بيحرقوا العربية علشان ما يكونش فيه أي دليل ضدهم، وبيروحوا كلهم بعدها يشوفوا الحصيلة بتاعت السرقة بتاعتهم ويقسموا الغنايم. وبعد كام شهر كل واحد فيهم بيعيش حياة الملوك مع الفلوس اللي مش بتخلص. وفي يوم مرات ألبرتو اكتشفت إن هو بيخونها، فبتروح اسم الشرطة تبلغ عنه علشان تنتقم منه. وعلى طول الشرطة اتحركت على بيت ألبرتو وقبضت عليه، وبعدها جابوا المجموعة كلها واتحكم عليهم. لكن بعد فترة الحكم فرناندو خرج من السجن وكان في انتظاره ماك بعربيته، وبنعرف إن فرناندو كان عامل حسابه إنه ممكن الشرطة تقبض عليه، فبيكون عامل حسابه لأن الشرطة ملقتش دلائل كافية على إنه سرق البنك، وطلعوه إخلاء سبيل لأنه أصلا كان شايل معظم الفلوس والدعم في مكان لا يمكن لحد كان يوصل. وبعدها البنك بيذيع خبر إن إجمالي المسروقات 25 مليون دولار. ولحد هنا بيكون خلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش تضغط لايك واشتراك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.